لو انت عايز تجيب حاجه من بره، يعني مثلا لو محتاج تشتري اكل، فانت كل اللي بتعمله دلوقتي ان انت تاخد فلوسك في جيبك وتنزل على اي سوق او سوبر ماركت تلم اللي انت عايزه وتحاسب وتمشي. لكن لو انت فاكر بقى ان هو ده شكل الفلوس وشكل عمليه البيع والشراء من اول ما الانسان اتخلق لحد دلوقتي، فانت غلطان. من اوائل الفيديوهات اللي عملتها لما فتحت القناه دي كان فيديو بيتكلم عن الفلوس، ويا ريت ما تروحش تتفرج عليه دلوقتي عشان ما تلغيش اشتراكك من القناه، وعشان برضو انا هو هعيده تاني دلوقتي بشكل احسن بكتير. فيلا بينا بقى نخش في موضوع النهارده على طول. في البداية عشان نفهم القصة لازم ننسى مؤقتا شكل الفلوس اللي موجود ما بيننا دلوقتي، لأن في بداية ظهور البشر ما كانش فيه مصطلح الفلوس ده أصلا، ما كانش فيه حاجة في الدنيا اسمها كده. في الأول خالص كانت كل أسرة أو جماعة من البشر بتحاول إن هي تعمل اكتفاء ذاتي لنفسها، يعني مثلا هيروحوا يصطادوا، سواء بقى كانوا هيصطادوا سمك أو أي حيوان بري وهياكلوا من الأكل اللي هم اصطادوه ده، أو يزرعوا وياكلوا من الزرع اللي هم زارعينه، وهم برضه اللي هيصنعوا الهدوم اللي هيلبسوها بنفسهم. يعني هم مش محتاجين إن هم يتعاملوا مع أي حد تاني أصلا، هيحتاجوا إيه تاني؟ لكن مع الوقت بقى واستمرار الحياة أكتر وزيادة عدد البشر اللي عايش مع بعض وزيادة تعاملهم مع بعض أكتر وأكتر، بدأ بقى ساعتها يظهر شوية تخصص كده. بمعنى إن بقى في ناس شغلتها إن هي تصطاد، وناس تانية شغلانتهم إنهم يزرعوا، وناس تانية متخصصين إن هم بيصنعوا الهدوم والأدوات. فبكده بقى ظهر نظام جديد بين الناس بدأوا يتعاملوا بيه اسمه نظام المقايضة. والمقايضة دي بقى معناها كده بكل بساطة إن مثلا لو أنت عندك شوية تفاح زيادة مش عايزهم، بس أنت محتاج قماش مثلا، فهتروح لشخص تاني برضه يكون عنده شوية قماش بقى زيادة مش عايزهم، وتبدل معاه التفاح بتاعك بالقماش بتاعه. وهكذا بقى في كل البضائع والسلع اللي موجودة في الدنيا، انت عندك حاجة زيادة هتبدلها مع حد تاني عنده الحاجة اللي انت محتاجها. لكن حكاية المقايضة دي بقى كان ليها عيوب كتيرة جدا وصعب قوي ان الناس تفضل تتعامل بيها كل يوم، والعيوب دي نقدر نشوفها لو رجعنا لنفس المثال بتاع التفاح والقماش ده. ممكن يكون الشخص اللي عنده القماش اللي انت عايزه هو مش عايز التفاح بتاعك، عنده تفاح كتير، او هو ما بيحبش التفاح اصلا، فمش هيوافق ان هو يبدل معاك وهيروح يبدل حاجته مع حد تاني، وانت مش هتعرف تاخد القماش اللي انت عايزه. او مثلا لما تروح لدكتور يعالجك او تجيب عمال يبنوا لك بيت، فانت الناس دي هتحاسبها ازاي بالظبط؟ ايه الحاجه اللي هترضيهم بعد شغلهم؟ وغير كده وكده كمان، لو فرضنا ان انت والراجل بتاع القماش كنتوا انتوا الاتنين موافقين، انت عاجبك القماش وهو عاجبه التفاح وانتوا الاتنين عايزين تبدلوا، فايه بالظبط بقى اللي هيحدد كيلو التفاح بيجيب كام متر قماش؟ او غيره بقى، قد ايه بيض بيساوي قد ايه سمسم، او قد ايه فلفل بيساوي قد ايه زيت؟ ما كانش فيه نظام ولا اي حاجه تحدد النقطه دي، ودي كلها كانت عيوب كبيره جدا في المقايضه. فبعدها بقى طبعا البشر كان لازم يلاقوا حل للحوارات دي كلها، فظهرت حاجه جديده اسمها النقود السلعيه. والنقود السلعيه دي فكرتها كانت عباره عن ان الناس بتتفق مع بعضها على سلعه او بضاعه معينه بيستخدموها وبيتعاملوا بيها مع بعض، زي ما احنا بنتعامل بالفلوس دلوقتي كده بالظبط. زي ان مثلا ممكن مجموعه من الناس تقول ان احنا هنتعامل بالملح، خلاص الملح هو العمله بتاعتنا وهنسعر كل حاجه بيه، يعني مثلا كيلو التفاح ب 2 كيلو ملح، متر القماش ب 4 كيلو ملح، النجار اللي هيجي يصلح لك حاجه في البيت هياخد نص كيلو ملح. وكده بقى في كل حاجه في الدنيا، زيها زي الفلوس بتاعت دلوقتي بالظبط، يعني فاهمين قصدي ولا لا؟ وممكن بقى بدل الملح نفسه اي حاجه عادي، مش شرط الملح بس، يعني ممكن ناس تستخدم فلفل اسود او صدف البحر او حبات القهوه، اي حاجه، بس هي دي فكره النقود السلعيه عموما يعني. وطبعا انت شايف ان الموضوع ده كان اسهل بكتير واحسن من نظام المقايضه، وممكن الناس تقدر تتعامل بيه كل يوم عادي، لكن برضه مش واخد بالك ان هو لسه فيه عيوب كتيره جدا. زي ان مثلا ابسط حاجه ان انت هتبقى محتاج مكان كبير جدا عشان بس تخزن فيه الفلوس بتاعتك، ده غير ان انت بعد ما تلاقي المكان وتخزن فيه شكاير الملح او شكاير الفلفل، ممكن البضاعه دي نفسها تبوظ وتبقى ثروتك اللي انت عمال تجمع فيها كلها راحت هدر. وكمان بقى لو انت مثلا نازل السوق وناوي تشتري حاجات كتير، فانت محتاج بقى وراك عربيه نقل اصلا تشيل الشكاير اللي انت هتشتري بيها. وعدت المرحله دي بحلوها بمرها، وجي مرحله جديده تسيد فيها الذهب المشهد، وبقى الذهب هو الحاجه اللي البشر متمسكين بيها ودايما بيلجأوا لها، ويمكن لحد دلوقتي كمان. وبدأت بقى صناعة عملات جديدة من الفضة والذهب. وطبعا بقى مش محتاج اقول لك ان اكيد الفترة دي كانت احسن بكتير جدا من اللي قبلها، وما فيهاش اي عيوب تقريبا، او حتى لو فيها عيوب فمميزاتها تغطي بشكل كبير جدا على عيوبها، لانها اكيد كنت تقدر تخزنها او تشيلها بسهولة، وكنت تقدر تشيلها وتروح وتيجي بيها بسهولة، وكمان مش هتبوظ او تتلف زي النقود السلعية لو فاكر. ومع الوقت بقى طبعا بدأ يظهر ناس أغنياء جدا معاهم عملات كتيرة من الذهب والفضة دي، وأكيد كانوا محتاجين لمكان آمن يشيلوا فيه فلوسهم وهم مطمنين إن هي مش هيحصل لها حاجة ولا هتضيع ولا هتتسرق. فبقى في ناس كده بتعرض إن هي تشيل فلوس الناس عندها، وممكن يدوهم عليها فايدة كمان، واللي عايز قرض ممكن يدوله قرض. في حاجة جت في بالك دلوقتي؟ أيوة، هو ده أول شكل بدائي البنوك تظهر بيه،
واللي كان بقى بيروح يشيل فلوسه في البنك البدائي ده كان بياخد كده حاجه زي ورقه او وصل مكتوب فيها ان ايوه الشخص الفلاني ده سايب عندنا عملات قد كده، وممكن بقى ياخد الورقه دي ويروح بيها للبنك في اي وقت يسترد بيها عملاته تاني ويرجع لهم الورقه. فبعدها بقى لما ناس كتير ابتدت خلاص تثق في البنوك وتشيل فيها عملاتها وبقى معاهم وصولات كتيره من دي، كان لما واحد بقى يبقى عايز يشتري حاجه بدل ما يرجع لسه للبنك يديله الورقه وياخد عملات الذهب بتاعته تاني ويرجع للبياع اللي عايز يشتري منه يشتري ويديله عملات الذهب، كان ممكن الواحد عادي بسهوله جدا يدي الورقه او الوصل ده نفسه للبياع وياخد البضاعه اللي هو عايزها، والبياع صاحب البضاعه يبقى يروح بقى في اي وقت هو يحبه للبنك يبدل الوصل ده بالعملات الذهب بتاعته. وبعدها بقى التعامل كله بالورق ده خلاص، لان هي كانت اسهل بكتير وبدات تظهر البنوك بقى بشكلها المعروف دلوقتي، وبقت البنوك بتطبع ورق او فلوس زي بتاعه دلوقتي بالظبط مربوطه بالذهب اللي عندها، كان اسمها بنك نوت. وبديهي بقى ان اي بنك كان بيصدر او يطبع كميه بنكنوت على قد كميه الذهب اللي الناس شايلها عنده. يعني مثلا لو في ناس شايله عنده 100 جرام ذهب كان لازم يطبع هو 100 ورقه بنكنوت. وطبعا ده رقم او مثال للشرح بس يعني، لكن اكيد الحسبه كانت اعقد من كده شويه. وساعتها بقى من حق اي حد ان هو يروح للبنك تاني ويبدل معاه، يديله فلوس او بنكنوت وياخد مكانها ذهب. هتقول لي ايه ده؟ يعني انا ممكن اخد الفلوس اللي معايا دلوقتي واطلع على البنك ابدلها بذهب؟ هقول لك يا عم اتقل عليا بس، ما انا جاي لك في الكلام، انت مش قادر تصبر ليه؟ موضوع ان البنك يطبع كميه فلوس قد الذهب اللي عنده ده كان حاجه اسمها الغطاء النقدي من الذهب. والغطاء النقدي ده باين من اسمه ان البنك لازم يطبع كميه بنكنوت عنده كميه ذهب تغطيها. بس كعاده البشر طبعا ما ينفعش يسيبوا حاجه حلوه ماشيه لوحدها كده من غير لعب. بدات المشكله بقى لما شويه بنوك بقت بتطبع فلوس ما عندهاش كميه ذهب تغطيها او ما فيش ليها غطاء نقدي من الذهب. فلما ناس كتير بقى كانت تروح البنك بفلوس عشان تبدل فلوسها دي بذهب، طبعا البنك اصلا طبع ورق اكتر من الذهب اللي عنده، فما كانش بيعرف يرد الذهب للناس كلها. وطبعا بقى لما البنوك قعدت تفلس وتقفل بنك ورا التاني، الناس فقدت الثقه في البنوك كلها، وبقى كل واحد يشيل فلوسه او الذهب اللي عنده في بيته وخلاص امن بكتير من البنك. وعشان الدول والحكومات بقى تحاول تعمل حل للمشكله دي، استقروا في الاخر ان هم يعملوا بنك مركزي هو اللي يكون بيسيطر على كل البنوك اللي موجوده في البلد، ويلزم كل بنك ان هو يبقى عنده غطاء نقدي من الذهب على قد الفلوس اللي هيطبعها عشان المشاكل دي ما تتكررش تاني. وجت بقى الناس كده في فتره ما بعد الحرب العالميه الاولى كانوا خايفين جدا طبعا كلهم ومحدش عارف العالم رايح على فين، فالناس كلها بدأت تروح على البنوك وتبدل وتديه الفلوس وتاخد الذهب بتاعها يشيلوه عندهم. لكن ساعتها لو البنك ادى كل الذهب لكل الناس اللي جايه له، طب ما هو هيقفل وهيبقى البنك ملوش لازمه، ايه شغلانه البنك بقى ساعتها؟ فدول كتير بقى بدأت ترفض التبديل ده وتمنع العمليه دي ان هي تحصل، ومنهم مصر اللي لغت امكانيه ان الناس تروح بالفلوس دي للبنك وتبدلها بذهب سنه 1930. وفي اواخر الحرب العالميه الثانيه بقى على سنه 1944 كانت بدأت امريكا تبقى اقوى واكبر دوله في العالم، فاتعملت اتفاقيه كده اسمها اتفاقيه بريتون وودز. واتفاقيه بريتون وودز دي حولت الدولار ان هو يبقى عمله عالميه مش عمله محليه في امريكا بس، يعني العالم كله يتعامل بيه، والبنوك المركزيه في كل البلاد هتخزن الاحتياطي بتاعها بالدولار. ولو مثلا كندا عايزه تشتري بضاعه من الهند فهي هتدفع لها بالدولار، لو مصر عايزه تجيب سلاح من روسيا فهي هتدفع ثمنه بالدولار. وساعتها بقى اكيد امريكا وعدت ان هي هتطبع كميه دولارات يبقى عندها ليها ايه؟ ايوه بالظبط كده، انت مركز معايا، غطاء نقدي من الذهب. بس خلوا بقى تحويل الفلوس للذهب ده للدول بس. يعني مثلا لو انت معاك دولارات ما ينفعش تروح للبنك انت تطلب ان انت تبدله بذهب، لكن لو دوله بقى زي مصر مثلا محوشه شويه دولارات فهي ممكن تقول لامريكا ان احنا عايزين نبدل الدولارات دي بذهب. بس طبعا بقى اللي حصل بعد كده زي ما انا وانت توقعنا بالظبط في القصه، امريكا طبعت كميه فلوس ما عندهاش ليها كميه ذهب تساوي قيمتها، وبدات الدول تطلب ان هي تبدل الدولار بذهب وامريكا مش قادره تسد الذهب اللي عليها. فطلع بقى سنة 1973 الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون وقال خطاب يعرف باسم صدمة نيكسون، لأنه ساعتها كان بيعلن توقف إمكانية تبديل الدولار بذهب ده، ومفيش أي دولة هتقدر تعمل كده تاني، وأمريكا بقت بتطبع الدولارات براحتها زي ما هي عايزة وما بقتش مربوطة بالذهب. ومن هنا بقى نقدر نقول إن العلاقة اتفصلت رسميا ما بين الفلوس والذهب، بقى كل واحد يطبع مش شرط يبقى عنده غطاء نقدي من الذهب، وما بقاش فيه إمكانية إن أنت تبدل فلوسك بذهب من البنك. ومن يومها بقى وشكل الفلوس والبنوك هو الشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي ومتعودين عليه، مع ظهور بقى شويه افتكاسات جديده وعملات رقميه زي البيتكوين والايثيريوم وحاجات تانية كتير كده ملناش دعوه بيها. شفت بقى؟ مش بقولك والله العظيم البشر ما بيهونش عليهم يسيبوا حاجه حلوه كده ماشيه في حالها زي ما هي، لازم يحطوا بصمتهم فيها ويبوظوها. وبس كده بقى، دلوقتي اكون حكيت لكم تاريخ الفلوس كلها ولخصت لكم كده المراحل اللي مرت بيها الفلوس من اول ما الانسان اتخلق خالص لحد النهارده، وازاي الفلوس والبنوك وصلوا لشكلهم اللي هم عليه ما بيننا دلوقتي.
واكيد بقى بعد ما اتفرجت على الحلقه دي انت عارف ان بعد 20 30 100 سنه من دلوقتي الحلقه دي مش هيكون لها اي لازمه، لان هتكون حصلت تطورات كتيره كعاده البشر في تعاملهم مع الفلوس. وبس كده خلاص، دلوقتي اقدر اقول لكم ان كل اللي كان عندي للفيديو ده خلص. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك واستفدت منه باي حاجه ما تنساش تعرفني ده من خلال ان انت تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه بقى هطلبها منك، معلش لو كنت بتقل عليك قبل ما امشي، خش خد لك لفه كده في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده. هيوحشني قوي المكان ده، واللي متابعني برضه بقاله فتره هيوحشوا نفس المكان ده، لان بنصور فيه فوق السنه تقريبا ولا حاجه. بس يلا هتعرفوا انا بقول كده ليه الفيديو الجاي. سلام دلوقتي.